السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ رب الناس كلها تكون بخير. اول مرة اطلع بشكل رسمي، وهيكون على قناة اليوتيوب، وهيكون على الصفحة الرسمية الخاصة بيا. والفترة اللي جاية ان شاء الله هنتقابل كتير، يعني في حاجات كتير ان شاء الله هقدر اقدمها وهقدر اتكلم فيها الفترة اللي جاية، هتفيد قطاع كبير جدا من الشباب والبنات اللي اتجهوا من اول كورونا، من ساعة أزمة كورونا. بقينا كلنا مضطرين ان احنا نتوجه للاونلاين، لان هو احنا ادركنا في وقتها، هو طبعا الكلام ده من زمان، ولكن احنا ادركنا متاخر شويه ان التسويق دلوقتي هو كل حاجه. التسويق هو كل حاجه في حياتنا. فقطاع كبير جدا جدا من الشباب والبنات بداوا يتجهوا للتسويق، ويبحثوا على طرق، ويبحثوا على منتجات يقدروا من خلالها يسوقوا ويحققوا ارباح ويحققوا مصدر دخل اضافي. وفي كمان الناس اللي هي بتحقق مصدر دخل اساسي، ان هو معتمد في التسويق الاونلاين، حياته معتمده عليه. تمام، مصدر دخله والارباح اللي بتدخل له هي رقم واحد بسبب التسويق الاونلاين وبسبب وجوده في التسويق الاونلاين. طيب الحاجه اللي انا طالع اتكلم فيها او انا حابب اتكلم فيها النهارده هي بالنسبه لي كوارث تسويقيه، يعني كوارث في التسويق. كوارث، وكمان مش الامور اللي هي ظاهره، مش الحاجه اللي انت تقدر تحط ايدك عليها بسهوله، ولكنها كارثه. يعني كفيله ان هي تدمرك قبل ما تبدا، ان هي توقع كل حاجه عندك في مجال التسويق او فيما يخص شغلك، سواء انت شغال او شغاله اونلاين من البيت، سواء انت عندك بيزنس خاص بيك، سواء انت عندك محل، سواء ايا كان طريقه التسويق اللي بتقدر من خلالها تسوق لمنتج معين. تمام، الكوارث التسويقيه والحاجات اللي انت بتغفل عنها او ما بتاخدش بالك منها هي اللي بتوقعك تماما. وبرضو انا بتكلم بناء على تجارب شخصيه وعلى حياه مرت عليا خلال الفتره اللي فاتت، من اول ما بدات اسس البيزنس او الشركه الخاصه بيا. تمام، شركه دير. الامور دي قابلتني وبشكل كبير. تمام، كل الناس بتركز او بتتجه في تركيزها على الاساسيات. الاساسيات فيما يخص التسويق، فيما يخص ان انا يكون عندي المنتج، يكون عندي السعر المناسب اللي يتوافق مع الشريحه اللي انا بستهدفها من شغلي، يكون عندي جوده كويسه للمنتج اللي انا بقدمه، ويكون عندي الادوات التسويقيه اللي انا بقدر من خلالها، تمام، اسوق للمنتج بتاعي واقدر احقق من خلاله مبيعات واكسب من خلاله. دي الامور الاساسيه اللي كلنا بنركز عليها، ولكن بنغفل امور تانية مهمه جدا جدا. يبقى في الاساسيات اللي احنا كلنا بنركز عليها، زي ما انا قلت: المنتج، السعر، الجوده، والادوات التسويقيه اللي تقدر من خلالها توصل المنتج بتاعك لقطاع اكبر من الناس، وبالتالي تحقق مبيعات وبالتالي تحقق ارباح. في نقاط مهمه بقى تانية احنا بنغفل عنها تماما تماما، الا وهي خدمه العملاء وسهوله خساره العميل. سهوله ان انت تخسر العميل اللي انت كسبته، والاثنين ليهم علاقه قويه جدا ببعض. خدمه العملاء، سواء خدمه العملاء دول ناس انت معينهم، تمام، او سواء خدمه العملاء دول هو انت. لان في ناس في البدايه هو اللي بيكون خدمه عملاء، هو اللي بيرد على الناس، هي اللي بترد على الناس، هي اللي بتاكد الاوردر، هي كل حاجه. فهل الشخص ده عنده المقومات اللي يقدر يتكلم بيها مع الناس، اللي يقدر يحتوي بيها موقف معين، اللي يقدر يحتوي بيها عميل عنده مشكله، اللي يقدر يختار الكلمات اللي بتطلع منه او الكلمات اللي بيكتبها، تمام، مع العميل، فبالتالي يكسبه؟ ولا الموضوع عشوائي؟ يعني هل الموضوع عشوائي، ولا انت فعلا سواء انت اللي بتتعامل في نقطه خدمه العملاء، او انت معاك ناس فانت بالتالي متابعهم ومدربهم بشكل كويس ازاي يتعاملوا مع الناس، ازاي يكسبوا العملاء. العميل بالنسبه لك مش مجرد شخص اشترى مبيعا. دي نقطه احنا يعني بنغفل عنها تماما. يعني حصل في الفترات اللي فاتت بالنسبه لي في الشغل انه سهل جدا ان مكتب او شركه او مكان انا بتعامل معاه انه عادي يخسر العميل، او ما يهتمش بخدمه ما بعد البيع، او لو العميل عنده مشكله ازاي يقدر صاحب المكان او الشخص اللي شغال ازاي يقدر يحتوي الموضوع ده بشكل سريع ويكسب العميل. ده ما بيحصلش. فسهوله خساره العميل بتخليك انت دايما في نقطه الصفر. انت دايما في نقطه الصفر، ما بتقدرش تتخطى نقطه الصفر. انت دايما بتبني من الاول. ليه؟ لان في التسويق انت محتاج قاعده عملاء تعتمد عليها في التسويق، قاعده عملاء من ناس واثقين فيك، واثقين في المنتج اللي انت بتقدمه، واثقين في خدمه ما بعد البيع بالنسبه لك. تمام، فبالتالي هم مطمنين وهم بيتعاملوا معاك. كتير جدا بيغفل عن النقطه دي، وبالتالي بيخسر قاعده عملاء كبيره. الموضوع مش
مش فكره ان انت بتسوق المنتج للعميل وخلاص. او مهم جدا ان العميل ده يشتري منك مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. اللي انت ما تعرفوش ان العميل ده هو الشخص اللي بيسوق لك بدون مقابل. العميل اللي انت بتكسبه، العميل اللي بيثق فيك، العميل اللي بيطمن لشغلك وبيطمن آه للمعامله بينك وبينه، بيسوق لك ببلاش وبيفتح لك ادوات للبيع ما كانتش قدامك وانت بتصرف عليها فلوس. يعني ايه؟ انت دلوقتي من ضمن الادوات التسويقيه اللي انت من خلالها بتقدر توصل لشريحه كبيره جدا من العملاء هي مدفوعه الاد. ازاي؟ عن طريق السبونسر، الاعلانات المموله، ان انت بتعمل اعلان ممول. عن طريق مثلا جروبات مدفوعه، ان انت مثلا بتكلم الادمن وبتنزل بوست عن المنتج بتاعك او عن الصفحه بتاعتك، فبالتالي بياخد مقابل. المهم من اقوى الادوات التسويقيه هي مدفوعه، لازم تدفع وفلوس مش قليله. خاصه دلوقتي في الاعلانات المموله الموضوع دي رخم قوي. يعني الفيسبوك دلوقتي بقى مهتم ان هو يسحب اكبر قدر ممكن من الفلوس بدون النظر للنتائج. يعني قبل كده انا في مجال التسويق اونلاين من 6 سنين، من 2017. قبل كده كان الفيسبوك بيسحب منك فلوس مش بالارقام اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وده طبعا بسبب التغيرات الكتيره اللي احنا مرينا بيها، ولكن كان بيديك نتيجه. دلوقتي هو بيسحب منك اكتر بكتير، والنتيجه انت مش واثق ان هي هتيجي بالشكل المناسب. دلوقتي انت معظم الادوات التسويقيه هي محتاجه منك ان انت تدفع فلوس علشان تقدر تحقق مبيعات. لكن العميل اللي انت هتكسبه هو هيسوق لك. انت دلوقتي سي مثلا انت بعت 50 عميل، ال 50 عميل دول هم اول 50 عميل ليك في البيزنس بتاعك. ال 50 عميل دول لو هم وثقوا في المنتج بتاعك، لو هم وثقوا فيك كمكان بتبيع، هيتعاملوا معاك دايما، وهيشيروا لك البوست بتاعك او هيشيروا الصفحه بتاعتك او هيقولوا للناس زمايلهم واصحابهم. يعني مثلا انا في شخص اشترى من عندي بعد كده قدر من خلاله هو اكتر من 8 9 اشخاص اشتروا من عندي بسبب ان الشخص ده واثق فيا. الكلام ده في 15 يوم، بسبب ان الشخص ده واثق فيا واطمن للمعامله وحس ان الناس دي باكي عليه، ان المكان ده باكي عليه، مش مجرد ان هو مكان بيبيع له منتج وخلاص، لا ده مكان باكي عليه. اطمن لخدمه ما بعد البيع، ودي مهمه جدا. انت دلوقتي مثلا بعت منتج معين، العميل في مشكله في المنتج ده، انت ازاي هتقدر تحتوي المشكله دي؟ ازاي لما العميل يتواصل معاك تقدر تتعامل معاه، تقدر تحل المشكله في اسرع وقت ممكن، هتبعت له المندوب ياخد المنتج اللي فيه مشكله معاه، تسلمه منتج جديد مناسب. الامور دي كلها مهمه. فبالتالي العميل اللي اشترى مني مره من 15 يوم، اشترى مني مره في خلال ال 15 يوم اللي فاتوا، في حوالي 7 8 اشخاص اشتروا مني بسبب ان هو عرفهم المنتج وشكر فيه او شير بوست عنده. فانت مهتم جدا، انت مهم جدا جدا ان العملاء اللي انت هتكسبهم في المرحله الاولى تحافظ عليهم، تعرف ازاي تحتويهم. خدمه العملاء تكون ذكيه جدا جدا في التعامل معاهم، سواء لان برضو نقطه الانطباع الاول يدوم. الانطباع الاول يدوم في العميل وهو داخل يتكلم معاك. اول شخص بيتعامل معاه هو خدمه العملاء. لو خدمه العملاء مش ذكيه بالشكل الكافي اللي تقدر تكسب العميل ده بطريقه الكلام وباختيار الكلمات وبالذكاء في التعامل او فن التعامل مع العميل وفن التعامل في الرد عليه، فبالتالي الانطباع اللي هيوصل للعميل هيكون سيء جدا جدا، فبالتالي مش هيقدر يتعامل معاك. يعني او حتى لو اتعامل معاك مره هيبقى قلقان، مش هتسيب الاثر القوي جدا عنده اللي يخليه حابب ان هو يتعامل معاك مره تاني وتالت ورابع، وكمان يشير او يتكلم عنك سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، عن طريق ان هو بيشير بوست او بينزل ريفيو على صفحتك او بينزل ريفيو على الصفحه بتاعته، او هو بشكل غير مباشر بيكلم زمايله، بيكلم اصحابه، بيكلم معارفه، بينصحهم ان هم يشتروا من المكان ده لان هو لقي فيه مميزات 1 2 3 4. فال 50 عميل ممكن بعدها يجيبوا لك، لو كل عميل جاب لك 5 عملاء، فانت بتتكلم في 250 250 عميل تاني، 250 عميل غير ال 50 اللي هم اشتروا منك وثقوا فيك وبالتالي هيشتروا منك تاني. فانت بتنتشر وبتتوسع وبتكبر بدون ما تحتاج ان انت تدفع فلوس، تدفع رقم مقدره. انت دلوقتي عشان مثلا في 100 عميل، عشان في 100 عميل يشتروا من عندك او يطلبوا او يخشوا على الصفحه بتاعتك او يخشوا على الموقع ويطلبوا منتجات من عندك، انت عايز تكون عامل اعلانات مموله او دافع فلوس كام عشان تقدر تحصل على ال 100 عميل دول؟ والله في الوقت الحالي مبلغ وقدره. فلما يكون عندك الاداه التسويقيه قويه جدا اللي هي معتمده على طريقه الكلام، اختيار خدمه العملاء، سرعه في حل المشكله بالنسبه للعميل اللي عنده مشكله،
انه مش سهل يا جماعه ان انا اخسر العميل اللي كسبته. مش سهل ابدا العميل اللي بكسبه بيكون زي ابني. يعني ازاي دايما يكون هو مبسوط من تعامله معايا، ازاي دايما بقدم له الخدمه والسعر المرضي ليه، ازاي دايما لو هو عنده مشكله اتعامل مع الموقف بشكل سريع واعتذر له، ولو اقدر اقدم له يعني كادو او حاجه مثلا تصلح المشكله، ولو كان عنده اثر سلبي لا يتحول لاثر ايجابي عن طريق حاجه كويسه او لمحه شيك ان انا اقدر اعملها معاه. ده مهم جدا. العملاء اللي انت بتكسبهم خليك حريص جدا على التعامل معاهم بشكل كويس، بشكل يحافظ على بقاء الناس دي معاك، لان دي قوه شرائيه مهمه جدا جدا بالنسبه لاي شخص بيسوق. اختاروا خدمه العملاء، اختاروا الناس اللي بترد، لان دي هي اللي بتسيب انطباع اول بالنسبه للعميل. ويا اما الانطباع الاول ده بيكون ايجابي، فبالتالي العميل بيحب المكان وبيثق فيه وبيطمن وبيكون حابب ان هو يتعامل مره واثنين وثلاثه، لانه خلاص هو اطمن للمكان ده. وده بيحصل معانا دايما، ان انت مثلا بتختار مكان معين انت بتحب تاكل فيه عشان الخدمه، عشان المعامله، بتحب تروح تشتري من مكان معين عشان الخدمه، عشان المعامله، عشان الناس دي سابت اثر ايجابي فيك، سابت اثر ايجابي عندك. الناس دي انت اطمنت للتعامل معاهم وارتحت للتعامل معاهم. لو قدرت تقدم ده صدقني هيكون عندك قوه شرائيه، مش هتحتاج ان انت تدفع فلوس كتيره في مصادر الله اعلم هي هتعود عليك باللي انت عايزه ولا لا. الاعلانات المموله دلوقتي ممكن تسحب منك 5000 وتبص تلاقي نفسك انت مش بايع برقم كويس اطلاقا، تسحب منك 5000. ده حصل معايا الايام اللي فاتت، ان انا بصيت لقيت السبونسر او الاعلانات المموله وصلت معايا لرقم كبير. طب ايه المردود؟ لا. ودلوقتي ده بيحصل مع الناس كلها. ازاي تقدر تفكر في الادوات التسويقيه اللي تحافظ على شغلك وتحافظ على مبيعاتك وتخلي العملاء يثقوا فيك، وبالتالي هم اللي هينشروا شغلك لان هم حبوا المنتج اللي انت بتقدمه وحبوا التعامل معاك واطمنوا للمكان. وقدرت بذكائك وبطريقه التعامل وباختيار الناس اللي بترد انك تكسب الناس دي. فبالتالي هم اللي هيشتغلوا وهم اللي هيسوقوا وهم حابين ده تمام بشكل غير مباشر. بالتوفيق للناس كلها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.